ويعني مو قانوني اللي سويته، لكن يعني أهكر جواله، أبى أشوف إيش قاعد يصير، مع مين يتكلم. وفعلا درستها وأخذت شهادة من المعهد الأمريكي وتداولت القرصنة القانونية. في هذا الوقت كان يقول لي خلاص يلا خلينا نتزوج، وكلم أبويا. طبعا أنا وقتها اللي جاني برود، وفعلا قدرت أني أهكر جواله، وصارت كل الرسائل توصلني أنا، وصارت كل الرسائل اللي تجي في جواله كمان توصلني أنا. وهنا كانت الصدمة لما شفت الشخص اللي أنا أحبه يخونني مع 3 بنات وواعدهم بالزواج. كان يلعب ويتسلى في خليقة الله. بعدها قررت أني أنا أسكت وأنا متابعة الموضوع، ورسائله توصلني وهو ما يعرف، هو مكمل معاهم، وأنا بطلت إني أتكلم معاه، بطلت إني أهتم فيه، مالي خلق له. كان دايما يسألني إيش بك، إيش في، إيش صاير معاك. طبعا لازم تعرفون أن قبل الهرجة هذه تبع الخيانة، أنا قبلها توفى خال لي، توفى بحادث، وانقطعت عن الدنيا لمدة 1.5 سنة، كل شيء حتى خطيبة انقطعت عنه. كان مالي خلق أطلع برا باب غرفتي، لأن خالي هذا صديق عمري الله يرحمه ويغفر له. يعني أحيانا ألوم خطيبي على الخيانة وأحيانا لا، بس كنت أقول لو ما قدر يتحملني في أصعب ظروفي كان المفروض يتركني، لكن ما يخونني. المهم قرروا الزواج وحددوا تاريخه في يوم 27 شهر 7 سنة 2022. حلو. بتاريخ 17 شهر 7 2022 قبل زواجي ب10 أيام عزمت ال3 بنات اللي يخونهم معايا لبيتي. طبعا كلمت كل واحدة لحالها وقلت لها أنا أخته، أخذت رقمك منه وهو حاب يعزمك، تفضلي عندنا. وفعلا جو، وكل واحدة تحسب أن الثانية أخته، أخت الخبل ذا خطيبي. وقتها شرف خطيبي جاء البيت، أنا ناديته وشافهم ال3، وهنا كانت صدمته أكبر من صدمتي لما عرفت أنه يخونني. لو تشوفون وجهه بس لما شفته قلت هلا بخطيبي، هلا بزوجي، هلا بالحب، هلا بزوج المستقبل، حاب أعرفك على صحباتي. البنات طبعا انصدموا لأنهم يحسبون أن أنا أخته، مو عارفين أني أنا خطيبته. وفهمتهم كل شيء، وهو لا أحكي لكم وجهه مو عارف إيش يسوي، يتكلم، يسكت، يتضارب معايا. طبعا وريت البنات كرت الزواج، وريتهم الفستان، وريتهم صور الخطوبة، وقلت لهم من متى إحنا مخطوبين. وفعلا البنات ال3 كلهم تضاربوا معاه، وتفلة رايحة وتفلة جاية، يستاهل. ورفعوا قضايا عليه لأنه استغلالي. وقتها ما خليته حتى يفتح فمه، فكيت الدبلة كذا ورميتها في وجهه، ورميت هدايا عليه. قلت له هي شفت الباب هذاك اللي وراك، ما باك تدعسه مرة ثانية، يلا لا أعرفك ولا تعرفني. أبويا أنجن لما عرف، أنجن وضربني. وبعد ما روق رحت قلت له أبويا إذا أنت ترضى تاخذ واحدة خاينة أنا ما أرضى إني أتزوج خاين. وقتها أبوي تفهم وضعي، قررت وقتها إني أخذ استقلاليتي، أسكن بعيد عن أهلي، لأن أبويا إلى الآن حاط في راسه إني أنا عار، ولو أحد جاء مرة ثانية خطبني راح يوافق على طول. قررت إني أستقل، أنا مو ملزومة إني أجلس أستنى أحد يخطبني ويمكن يكون الشخص الغلط ويدخل حياتي شخص، وأنا إنسانة متعلمة مثقفة، ما بقبل شخص شغلة الشاغل ينكد علي. فبعدها سافرت سفرة شغل لمدة 4 شهور وما ارتحت، ورجعت البلدي، وبعدها انتقلت البلد ثاني ولي حاليا فيه 3 شهور، وحياتي الآن مستقرة ومرتاحة. في بلدي ما كنت أصلي مصبوط، الآن لا، أصلي صلواتي كاملة وعندي شغلي وأحاول أأسس مستقبلي. صح إني ارتحت من المشاكل، لكن في غصة بقلبي إن أخوي وأختي يكبرون بعيد عني، وأمي كمان تكبر وهي مو جنبي. كل ذا الشيء من وراء أبويا. أتمنى أنكم تدعون لأبويا إن ربي يهديه ويفهمني صح، وتدعون لأمي إن الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها يا رب. خبر حلو، أنا لي 1.5 شهر متزوجة. انتهت القصة.